ليه لغايه دلوقتي مش عارف تسمع صح؟ ليه بتقعد تسمع فرنساوي كتير جدا وبرضه في الاخر ما بتفهموش مع انك كويس في القراءه والكتابه؟ بس لما تيجي تتفرج على فيلم او تسمع اغنيه وانت اصلا مش فاهم اي حاجه وبتقعد تهز دماغك كده وخلاص. والمشكله هنا بيسيبك باحباط كبير جدا اللي هو مستواك زي ما هو. اهلا بيكم، انا سيف بتاع فرنش. دي الحلقه الثالثه من سلسله طالب فرنساوي شاطر. النهارده هنتكلم عن سؤال مهم جدا، ازاي احسن مهاره الاستماع عندي. خلينا متفقين في الاول ان الاستماع له نوعين. النوع الاول اللي انت بتسمع بتمعن كويس جدا، بتسمع وخلاص. بس قبل ما اشرح ايه الفرق ما بين الاثنين، تعالى اقول لك على اهم الاخطاء اللي انت بتقع فيها ولسببها انت مش عارف تسمع كويس جدا لغايه دلوقتي. من اكبر الاخطاء اللي احنا بنركز عليها مع طلابنا اللي انت بتقعد تدور على الكلمات بس، او لما تيجي تحفظ بتحفظ كلمات لوحدها بس، مع ان انت لما تيجي تتكلم هتتكلم فراز، جمله، مجموعه من كلمات كتيره جدا، فيرب، بريبوزيسيون وهكذا. يعني شغل الثانوي كده مش هيخليك تتكلم فرنساوي، مش هتاكل عيش اصلا. طب تعالى ناخد امثله كده. بونجور ا توس، مش هاجي اقول لك بونجور ا tous. او مثلا je suis content d'être ici avec vous. Je suis content de être ici. مفيش الكلام ده خالص. هو الفكره بكل بساطه بيربط الكلمات مع بعضها. الخلاصه محدش بيتكلم زي ما انت عاوز. يعني المصريين ليهم طريقه كلام معينه، الفرنسيين نفس الكلام، الامريكان، الكنديين. انت بتاخد ثقافه بلد مش بتتعلم اللغه. زي ما قلت في اول الفيديو، الاستماع ليه نوعين. اول نوع معانا استماع كده وخلاص، عاوز تسمع صح، عاوز تنطق صح، تعود نفسك وتحيط نفسك باللغه وانت في المواصلات وانت في الجامعه وانت في الشارع. اقعد اسمع بودكاست، ديالوج، افلام، مسلسلات، اسمع وخلاص علشان تعود نفسك على الاستماع وتحاوط نفسك بالثقافه نفسها. طب وانت في البيت المفروض تعمل ايه؟ عاوزك تتمعن في المده نفسها. يعني خد 5 دقائق بس، ال5 دقائق دول تقعد تحللها، تعرف البريبوزيسيون، البرونون، الفيرب، الادجكتيف، دون كيل طون، في اي زمن بالظبط. زائد طبعا تقعد تسمع كذا مره. بعد ما سمعت وكررت كتير، عاوزك تتابع الكلام اللي انت بتشوفه واللي انت بتسمعه مع بعض. تالت حاجة تقعد تسمع وتكرر كتير لغاية ما تشرب الصوت نفسه عامل ازاي. وفي الاخر يا صديقي عاوز افهمك ان الموضوع ده هياخد وقت، ومع الوقت النتيجة هتكون مثمرة جدا جدا وهتتبسط منها. وما تنساش في اخر الفيديو تعمل لايك، سبسكرايب، وتمنشنه مع اصحابك كمان، وتعمل للقناة سي فيرست عشان يظهر لك السلسلة الجديدة طالب فرنساوي شاطر. مبسوط جدا ان انا كنت معاكم النهاردة. سلام.